السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقدم لحضراتكم في الفيديو ده توضيح لإزاي تعمل حساب على جوجل، حساب جيميل من خلال الموبايل. أول حاجة هتفتح المتصفح. من خلال المتصفح هنعمل الإيميل، سواء كان من خلال متصفح كروم أو متصفح جوجل، والطريقة تعتبر واحدة في كلا المتصفحين. هفتح كروم. لو انت ليك حساب وعايز تعمل حساب تاني أو مش ليك حساب، بتضغط على الصورة أعلى يسار الشاشة. بعد كده بتضغط تحت على إدارة الحسابات على هذا الجهاز، وهنا تضغط على إضافة حساب. بيطلب منك تحقيق الهوية من خلال البصمة أو الكود، وهنا تضغط على إنشاء حساب وتضغط على لنفسي. هنا بتختار اسم حسابك وبتكتبه سواء بالعربي أو الإنجليزي، كلا اللغتين مقبول. بتكتب اسمك الأول في خانة الاسم الأول، وفي خانة اسم العائلة بتكتب اسمك التاني. وتقدر تكتب أي أسماء، سواء كنت باستخدام الإيميل ده تعمل قناة على اليوتيوب، تقدر تكتب في الاسم الأول قناة وفي الاسم التاني اسم العائلة تكتب اسم القناة. زي مثلا إني أخلي الاسم الأول قناة والاسم التاني السعد. وبعد اختيار الاسم أضغط على التالي، وهنا بتبدأ تحدد تاريخ ميلادك بالضغط على اليوم وتحدد اليوم بكتابته. بعد كده الشهر بتختار شهر من الشهور، شهر ميلادك. وهنا في العام بتكتب عام ميلادك. بعد كده بتضغط على الجنس وتحدد الجنس، وأخيرا بتضغط على التالي. وهنا بقى تختار الاسم بتاع الإيميل، فبتضغط على إنشاء عنوان جيميل، وبيكون مقترح عليك أسماء زي ما انت شايف كده، فتقدر تختار حاجة من المقترحة دي، أو تضغط على إنشاء عنوان جيميل وتختار عنوان خاص بيك. فأنا مثلا هختار عنوان باسمي، لكن في الغالب هيكون متاخد، فأنت بتجرب لما بتضغط على التالي هيعرفك إن كان عنوان الجيميل ده متاخد ولا لأ. لو لقيته متاخد بتضيف عليه أرقام. بعد كده بتضغط على التالي، بيقول لي إن هو متاخد فعلا، تغيره أو تضيف عليه أرقام حسب ما تحب. بعد كده بتضغط على التالي. بتظهر لك الصفحة دي عشان تختار كلمة مرور، ولازم تكون مكونة من أحرف وأرقام. وبعد كتابة كلمة المرور اللي انت عايزها بتيجي هنا في خانة تأكيد وتعيد كتابتها تاني، وأخيرا بتضغط على التالي. بعد كده بتظهر الصفحة دي لإضافة رقم هاتف. لو عايز تكتب رقم الهاتف الخاص بيك وتربطه بالإيميل ماشي، لو مش عايز بتضغط على خط تحت هنا، فبيقول لك إن ده العنوان بتاع الإيميل بتاعك اللي هتستخدمه في تسجيل الدخول، ولو عايز تبعت بيه رسائل أو تستقبل عليه رسائل هو ده العنوان. وعشان تأكد إنشائه بتضغط هنا تحت على التالي. بتجيلك مجموعة البنود، تحت هنا تضغط على أوافق. بيقولك هل عايز تحفظ كلمة المرور في المتصفح، ممكن تقول له حفظ أو ليس الآن حسب ما تحب. فبيتم بنجاح إنشاء الإيميل. حسابك على جوجل أصبح بالإيميل ده، فتقدر إنك تنشئ من خلاله قناة أو تبعت رسائل على حسابات جيميل أخرى، أو تستخدمه في إنشاء حساب على الفيسبوك أو مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلاله تقدر تبعت رسائل. فالكليات دلوقتي أصبحت بتستقبل الأبحاث على حسابات الجيميل دي، فهو حساب مهم وضروري. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده. ألقاكم على خير في فيديوهات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.